السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه والله. جايب لكم النهارده بقى براند محترم جدا جدا جدا، بيمتاز بحاجات كتير انت محتاجها. براند اسمه تشوي تك. تشوي تك واختصار لتشويز تك، وفعلا اسم على مسمى. ليه بقى؟ اول حاجه البراند ده بيقدم لك سماعات، شواحن، كابلات، هابس، سمارت واتشز، كل الحاجات اللي انت محتاجها هتلاقيها عندهم. المميز في البراند ده السماعات مثلا بتيجي بضمان اتصال 18 شهر، الهابس والشواحن وشواحن العربيات والحاجات دي كلها بتيجي بضمان 24 شهر. هتيجي تقول لي يا عم طاهر طب ما كده اتصال، سلام عليكم بقى، عشان انت هتتكلم عن حاجات ب 10 و 12 الف جنيه. اقول لك والله هم نازلين في فئه اقتصاديه في متناول الجميع. بصراحه الناس فاهمين السوق المصري كويس وشغالين بذكاء. الحقيقه انا بجرب من عندهم 4 سماعات، تقدر تسميهم 4 اوبشنات باسعار. انت لما تعرف الاسعار تقول لي انت بتتكلم جد؟ هي السماعات دي بضمان اتصال؟ يعني السماعات دي 18 شهر ضمان وبالاسعار اللي انت بتتكلم فيها؟ انا عارفك انت مش هتصدقني لما تدخل على الويب سايتس واللينكات اللي انا هسيبها لك وتتاكد بنفسك. السماعتين دول ان اير، واحده موديل بي اتش تي 17 وواحده موديل بي اتش تي 18. الفرق بينهم ايه يا سيدي؟ فرق بينهم 300 جنيه واوبشن واحد بس هو اللي مختلف. والله انت عايز تجربه مكالمات محترمه وصوت وبتاع والكلام ده كله، هتروح للبي اتش تي 17 اللي هي اي ان سي بلس اي ان سي. وزي ما انتم عارفين الاكتيف نويز كانسليشن ده، لو انت حاطط سماعه في ودانك انت قاعد معزول. بس هي دي الميزه اللي مخليه السماعه دي نازله في رينج ال 1600 جنيه. ابدا بقى اقول لك الاسعار، وعايز اشوف انبهاراتك في الكومنتات. السماعه دي هي دي، وتجربه الصوت وتجربه المكالمات وتجربه المايكات وتجربه كل حاجه، ولكن دي ما فيهاش اي ان سي، دي اي ان سي بس، اللي هو بتمنع الدوشه بس مش زي الاي ان سي. وعايز اقول لك على حاجه في اول فيديو لازم اخطفك كده في الاول، ان في 3 منكم هيكسبوا كل واحد فيهم سماعه. وعايز تعرف الشروط والمسابقات بتكون ازاي، تروح على المنصه دي، لان بصراحه المسابقات بتكون هناك اسهل وافضل وبعرف الم الدنيا. هنا الموضوع مفتوح. خلي دول بقى كده ونيجي بقى للايه، للوحش بتاعهم ده. انت هتشوف سماعه في رينج، انا هقول لك حاجه، السماعه دي من الاخر ما عدتش ال 1500 جنيه، خامات محترمه جدا وبتدعم ميزه مش موجوده في سماعات اغلى منها ب 2000 3000 جنيه. تعالوا بقى نفصل التجارب دي مع بعض، وهبتدي معاك بالبي اتش تي 17. بص يا غالي، عشان نبقى على النور في الاول عشان ايه ما اطولش عليك في الفيديو. السماعتين دول واحد، الفرق بينهم زي ما قلت لك ميزه الاي ان سي. التجربه اللي هحكيها لك عن الصوت واحده، التجربه اللي هقولها لك عن المايكات واحده، فاي كلام هقوله لك عن التي 17 نفسه هو عن التي 18، ولكن دي اي ان سي ودي لا، بس كده. وهفكرك تاني في 3 منكم هيكسبوا ال3 سماعات، ومعانا سماعه تانيه بقى نسيت اقول لك عليها، وهي الاوبن فيت البي اتش تي 24. دي بقى اوبن فيت من غير اير تيبس كده، عشان في ناس بتتضايق من الاير تيبس، فهم بصراحه متارجتين كل الفئات. ودنه بقى فيها مشكله فخد الاوبن فيت، ودنه مظبوطه فخد الاير تيبس، والله انا عايز حاجه اوفر اير خد يا باشا دي، والله انا مش عايز يعني حاجه غاليه قوي خد دي، مش عايز حاجه، كل ده هكلمك عنه بالتفصيل. تعال نشوف مع بعض محتويات علبه البي اتش تي 17، وهي محتويات علبه البي اتش تي اي تي. بعد ما بنفتح العلبه اول حاجه بتقابلك طبعا الكيس ده، خليه على جنب دلوقتي. بعد كده هتلاقي عندك حبل كده شيك جدا وروش جدا، وهقول لك مهمته ايه. بعد كده هتلاقي عندك كابل من تايب A وتايب C، وبعد كده هتلاقي عندك المقاسات، مقاسين بس او غيارات الاير تيبس بتاعتك عشان تناسب الودان بتاعتك. وكل ما بتختار الاير تيبس المناسبه كل ما بتعمل لك عزل محترم وبتاخد تجربه اي ان سي مميزه. عندك بقى السماعه نفسها تفتح كده شبه الاير تاج جدا على فكره، بتفتحها كده بتلاقي عندك بقى السماعتين جوه، وفي فتحه كده عشان تربط فيها الحبل، ويبقى زي ايه، ميداليه او تعلقها او تمسكها منه، حاجه روشه جدا. حاول مدي السماعه روح كده ومخلي الديزاين ده في حته ثانيه. وغطا الكيس بيتفتح كده بتكنيك حلو جدا او ديناميكيه حلوه جدا، انا بحب اقعد افتح واقفل فيه بصراحه. عندك برده الكيس نفسه فيه 3 لمبات كده بتبين لك حاله البطاريه بتاعته ايه. طبعا لو لقيت لمبه واحده يبقى هو كده اكيد محتاج يتشحن. والسماعه نفسها فيها لمبه بتنور ازرق في حاله الكونكشن، وحاجه برده روشه ومحترمه. السماعتين اللي جوه بقى حاجه كده في منتهى الفخامه والشياكه، حجمهم ديل السماعه مش كبير، كاوتشه اللي حوالين السماعه دي طريه وحنينه كده على ودانك، تلبس السماعه كده تحس براحه نفسيه. ملمس السماعه نفسه ما تحسوش رخيص، حاجه محترمه. وزن الكيس خفيف قوي، عادي لو ايدك كبيره هيدخل جواها وهتقفل عليه، تحطه في جيبك مش هيكلكع لك جيبك. الحبل بعد ما ركب مدي الكيس روح، بصراحه حاجه روعه جدا. عندك كمان في الكيس غطا كده للتايب سي عشان لو في ميه او في اي اتربه ما تدخلش جوه، ودي حاجه برضو انا بقدرها في الشركه اللي بتنزل سماعه، تراعي التفاصيل، احب كده بصراحه. طبعا الكيس بيتفتح بايد واحده عادي جدا، ولكن صعب ان انت تطلع السماعه بايد واحده، فلازم تستخدم ايدك الثانيه. شكل السماعات في الودان حاجه كده في منتهى الشياكه، زي ما انت شايف ثابته ما بتقعش وانت بتجري وانت بتتمرن. السماعه مستحيل تقع من ودانك لو انت مختار المقاس المناسب. في عزل، يعني وانا بتكلم اصلا سامع صوتي بالعافيه، ودي حاجه مميزه جدا. ومش هسيب نقطه التصميم من غير ما اقول لك كمان ان السماعه بتدعم الايماءات.
لمسه، لمستين، 3 لمسات، لونج بريس، كل واحده فيهم ليها وظيفه محدده، زي انك تقلب بين المقاطع او توقف او تشغل او تكنسل او ترد على مكالمه او تفعل الاي ان سي او تلغي الاي ان سي. وكمان من الايماءات تقدر تشغل المساعد الصوتي الذكي. مش ناسيين حاجه بصراحه، دي كلها مميزات محترمه زي الفل. مش هدخل على الصوت ولا تجربه الصوت ولا المايكات من غير ما اقول لك طبعا حاله التوصيل بتكون عامله ازاي. السماعه دي بتتوصل على الاندرويد والاي او اس وجميع انظمه التشغيل عن طريق البلوتوث، والحقيقه بتتوصل، يعني انا وصلتها على موبايل الاندرويد كده هوا، بتتوصل بسرعه جدا. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده وكان نفسي جدا جدا تكون موجوده ان هم يكون عندهم ابلكيشن اقدر ان انا اخصص الايماءات دي واظبط حالي كده واشوف الاعدادات واشوف البطاريه تيجي تحديثات، الكلام ده كله مش موجود. ولكن بصراحه الناس وعدوني ان هم شغالين على ابلكيشن وهينزل قريب جدا جدا. بالاضافه كمان ان السماعه ما فيهاش اير ديتكشن، يعني لو شلتها من ودانك مش هتوقف المقطع او مش هتوقف اي حاجه انت بتتفرج عليها، ولكن تقدر ان انت تبوظ كده بضغطه واحده وتعيش حياتك عادي وترجع تلبسها تاني وتضغط ضغطه تاني تشغل المقطع زي الفل. مش العيب اللي هنقف عليه، لان الفئه السعريه اللي نازله فيها السماعه بميزه الاي ان سي انت لازم فعلا يبقى في تضحيات. تعال نروح بقى تجربه الصوت المحترمه. تجربه الصوت اللي طالعه رايحه تجاه البيز اكتر، يعني عندك الصوت بيزي اكتر منه تريبل، ودي حاجه مميزه ومديها الصوت فخامه، صوت نقي قوي، عليت ل 100%، مفيش ديستورشن، الوضع حلو، انا حبيت. اديت لكذا حد من صحابي السماعه يجربها، الحقيقه انبهر بالتجربه جدا وقال لي السماعه دي، هم طبعا ايه يعني في دماغهم بقى 3000 4000. الحقيقه لما قلت لهم سعر السماعه في رينج ال 1600 جنيه عملوا كده رياكشن اللي هو بجد. ده بسبب ايه بقى؟ بسبب ان شكل السماعه فخم والصوت اللي طالع منها صوت مجسم ونقي جدا، والحقيقه سراوند كده تحسش صوت مونو، لا الحقيقه الصوت جاي بكل المساحات اللي فيه، الفوكال، الميوزيكال، اي حاجه بتسمعها بتتكيف منها. السماعه بتيجي باربع مايكات، الاربع مايكات دول بيدعموا الاي ان سي في التي 17، في التي 18 ما بيدعموش الاي ان سي. خليني اكون صريح واقول لك النويز في ادخن سماعه جربتها ما بتعزلش 100%. انت اهم حاجه انك تتكلم والطرف الثاني سامعك بوضوح ومش متضايق من الدوشه اللي حواليك. فعايز سماعه مكالمات وسماعه استماع في فئه ال 1600 جنيه او في فئه ال 1300 جنيه، السماعتين دول هيسدوا معاك بطريقه رهيبه جدا جدا جدا، وافضل قيمه مقابل سعر. قول بقى من هنا للصبح افضل قيمه مقابل سعر، انا معاك. تعال بقى الخص لك جزء المايكات. انت بنسبه 65 ل 75% انت معزول وانت مش مشغل اي حاجه، يعني مجرد بس ان انت حاطط سماعه في ودانك كده وقاعد النويز بيقل حواليك بنسبه 75%، ودي نسبه كبيره جدا في هذه الفئه السعريه. خد بالك انا بكلمك عن سماعه في رينج ال 1600 جنيه، سماعه بضمان اتصال 18 شهر. السماعه دي معاك حصل فيها لا قدر الله اي حاجه خلال 18 شهر بتروح للضمان المحترم، المعامله الراقيه جدا، اتصال كلنا مجربينها الحقيقه. خد يا باشا السماعه تلزمهم. تجربه المكالمات، انت لو راجل بقى هارد وركر كده وعندك اتصالات كتير، فالسماعه دي سماعه محترمه جدا ليك لو بتعمل مكالمات كتير وبتحتاج سماعه بادجت تشتغل بيها وفي نفس الوقت ما تدفعش فلوس كتير وفي نفس الوقت تاخد حاجه محترمه راقيه بضمان محترم. السماعه دي لو هقيمها في المكالمات هديها من 65 ل 80%، بتقدر تتكلم براحتك والدنيا تمام التمام. ودي تجربه المايكات. طبعا يا جماعه دي تجربه مايكات التي 17 في الدوشه، الزحمه بقى، صوت عربيات وشارع وبتاع، وانا دلوقتي بكلمك كده وبعمل مكالمه، فانت برضه قول لي انت الصوت سامعه عامل ازاي؟ لان انا طبعا يعني وانا بكلمك دلوقتي انا مش سامع اصلا، يعني مش سامع صوتي بره من كتر ما شاء الله الاي ان سي قوي جدا في السماعه. متحمس جدا اسمع تجربه الصوت معاكم وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. اما دي بقى فتجربه مايكات التي 17 في الهدوء. بص يا معلم بقى الصوت كده واحكم عليه في كومنت رايق. تجربه الاي ان سي وانت مشغل حاجه انسى انك تسمع اي حاجه حواليك، ودي نقطه مهمه. وخد بالك لا قدر الله انت معدي شارع سايق عربيه بتاع، ما انصحكش تعمل كده تماما. حتى لو انت قاعد في البيت وحد بينده عليك مش هتسمعه، ده في حاله ان انت مشغل حاجه. تعال اكلمك عن حاجه مهمه انت اكيد محتاج تسمعها مني في فيديو تجربه الشويتك تي 17 والتي 18. تجربه الليتنسي او التاخير اثناء المشاهده والالعاب. اثناء المشاهده التاخير لا يكاد يكون يذكر، يعني اللي هو ايه جزء من الثانيه كده بس انت مش ملاحظ، يعني انا بس عشان براجع الحاجه فبلاحظ وبدقق جدا جدا جدا. الاستماع كده كده انت مش فارق معاك، لكن المشاهده عشان حركه الشفايف تاخير يكاد يكون لا يذكر. وفي الالعاب برضو نفس الكلام، انت مش هتلاقي نفسك بتموت عشان صوت الرصاصه جه بعديها بربع ساعه على ما انت استوعبت لقيت الجيم ايه خرج منك، لا الكلام ده مش موجود. السماعه محترمه جدا جدا في تجربه الليتنسي الحقيقه، برضو الدنيا زي الفل. تعال نروح على الجزء الخاص بالبطاريه والشحن. البطاريه اللي بتيجي في الكيس، بطاريه الكيس نفسها 300 ملي امبير. السماعتين بعد ما تخرجهم من الكيس لو هتستخدمهم في المكالمات
المفروض يصمدوا معاك من 3 ل 5 ساعات، اما الاستماع من 6 ل 8 ساعات، وده رقم كبير جدا جدا. السماعتين نفسهم بيشحنوا من الكيس من 0 ل 100% في حوالي ساعه ونص، اما الكيس نفسه بيشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعه وتلت. تجربه الجويتك عموما في كل المنتجات اللي انا بجربها زي ما قلت لك تجربه محترمه جدا ومميزه جدا، من اول الوكيل المحترم TDC لحد الضمان المحترم ضمان اتصال زي ما قلت لك المعامله الراقيه، منتجات 18 شهر ضمان ومنتجات 24 شهر ضمان ثقه. وبرضه هقول لك نصيحه خدها عندك في عين الاعتبار، البراند اللي يديك ضمان بعدد الشهور الكتير قوي ده اعرف ان هو واثق في البرودكت بتاعه. وزي ما قلت لك التي 17 هي التي 18 والفرق ANC. تعال بقى نحط كل دول على جنب واخدك بقى في تجربه ثانيه للتي 24. جويتك تي 24 الحقيقه سماعه اوبن فيت. السماعه دي في المكالمات عشان اكون صريح معاك برضو مش تاخد منها افضل حاجه، هتتكلم منها لو انت قاعد في مكان هادي زي حالاتي هتتكلم منها محدش هيتضايق، لكن لو نزلت الشارع مش هتبقى قويه قوي في المكالمات. انا ما بضحكش عليك، انت عايز حاجه قويه روح للتي 17 او التي 18 في المكالمات حلو جدا، لكن لو عايز حاجه بقى استماع بس تلبسها كده وانت في المواصلات تسمع بيها حاجات ودانك ما بتجيش على الاير تيبس قوي، فانت عايز حاجه برضو مميزه. والسماعه دي على فكره رينج ال 1000 1100 جنيه تمام، وبراند واخد ضمان 18 شهر على براند جويتك، حاجه محترمه. زي ما انت شايف كده لو فتحنا العلبه مع بعض هنلاقي كيس صغير جدا في منتهى الشياكه، اللون الكحلي يعني هو مش كحلي قوي، هو مدي على بترولي كده، لون مميز جدا جدا. السماعه تفاصيل التصميم بتاعتها حلوه، كيس في منتهى بص الكيس في ايديا عامل ازاي، اين الكيس انا لا اراه. وزنه خفيف بيتفتح بايد واحده بسهوله، وتقدر تطلع السماعه برضو بايد واحده بسهوله، توصيل سهل جدا. السماعه دي مميزه في الصوت، صوتها مميز وبتدخل في الودان كده بمنتهى الراحه والسرعه، شكلها في الودان بيبقى شيك جدا جدا، تحفه بصراحه. السماعات دي لما بتخرجها من الكيس وتستخدمها بيقعدوا معاك 4 ساعات متواصلين، ولو هتحطها في الكيس وتشحنها تاني الكيس بشحنه واحده هيقعد معاك 30 ساعه، هيشغل لك السماعات دي 30 ساعه متواصلين بشحنه واحده للكيس. واتوقع كده ان انت ممكن تقعد شهر ما تشحنهاش اساسا. اهم 3 مميزات في التي 24 الحقيقه عشان لو بتفكر تشتريها، تصميم الكيس في حته تانيه خالص، وضيف عليها بقى تصميم السماعات الاوبن فيت اللي بتدخل في ودانك ومريحه جدا في الودان ومش هتضايقك لو انت الاير تيبس بتقع من ودانك او ما تخشش فيها. تاني ميزه الصوت اللي طالع من هنا صوت حلو جدا جدا، لو هي مناسبه لودانك هتستمتع جدا بالصوت اللي طالع منها، نقي وبيزي وكل حاجه، يعني البيز فيه عالي وحلو، مش سماعه رخيصه اللي هو سك 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 فاهم انت، لا مفيش الكلام ده. بطاريه السماعه ممتازه ممتازه ممتازه، وبتشحن عندك من تحت بكابل تايب سي. وبفكرك تاني السماعات دي بتتشال في العلب كده عشان هتطلع جيف اويز على المنصه الثانيه. تعالى بقى اخدك لهذه السماعه بسرعه كده برضو، السماعه دي مميزه جدا. العلبه زي ما انت شايف فيها السماعه وفيها وصله الاي او اكس وكابل شحن تايب A وتايب سي. السماعه زي ما انت شايف رايقه قوي قوي. هكلمك عن التصميم بتاعها، المخدات دي يا جماعه حاجه كده، بص يا خبر ابيض، بص شكلها عامل ازاي. طبعا عزل، انا مش سامع نفسي وانا بتكلم، يعني انا كده على الله حكايتي مش عارف انا بقول ايه اصلا. بص يا معلم، دي بقى شغل مونتاج انا الصراحه مش هستغنى عنها، لان السماعه بادجت جدا وفي نفس الوقت كواليتي الصوت اللي طالعه هنا ما تصدقهاش حضرتك، فحلوه خاماتها حلوه. عندك هنا برضو الحته المخدات بتاعت الراس هنا رابر ومريحه قوي قوي، طبعا تبقى مريحه على الشعر او انت حتى من غير شعر خالص برضو هتريحك. السماعات نفسها من هنا متحركه عشان تناسب حجم جمجمتك والتجويف بتاع ودانك. اول ما بتحطها كده بص حدد ميوت، ارخص سماعه ANC. طب قول لي انا اروح ادفع في سماعات غاليه ليه وانا عندي ANC هنا؟ لو انت بقى راكب طياره او راكب مواصله وانت طالب بقى ومثلا جامعتك في مكان بعيد وبتاع، السماعه دي هتنزل مش هينفع اقول سعرها، بس هي تنزل في رينج اقل من 1600 جنيه، فدي هيتعمل لها ريل كده حلو قوي، هقول لك انا بستخدمها ازاي وفين. فخلينا نرجع لموضوعنا، لو انت طالب بقى وتركب مواصلات بعيد وبتاع ومش عايز تسمع حاجه اصلا اعمل كده بس انسى. وطبعا بتتوصل عن طريق البلوتوث او الاي او اكس اللي جاي معاها، وبتاخد بيها تجربه صوت في منتهى التميز والعلو والنقاء، حاجه رايقه. سماعه زي ما انت شايف فيها زرار تحكم في المالتي ميديا، وعندك زرار اون واوف، لكن مفيش اي ازرار تحكم في الصوت، بتتحكم من الديفايس اللي انت بتستخدمه فيها. السماعات فيها مايكات بس مش احسن حاجه، مش هتقدر تستخدمها في المكالمات، ممكن ترد عادي مش هتقول لك لا، ولكن برده مش زي طبعا تجارب السماعات الثانيه. السماعات بتشحن من تايب سي في حوالي ساعتين، والبطاريه بتقعد معاك كتير، يعني ما اعتقدش ان انت هتشحنها اصلا قبل اسبوع او 10 ايام، ده طبعا لو انت بتستخدمها كل يوم بشكل متواصل. وزي ما انت شايف متينه ما بتتكسرش، وتقدر ان انت تطبقها بالشكل ده وتحطها في شنطتك او تحطها في اي حاجه معاك، حجمها بيبقى صغير جدا زي ما انت شايف. ما تنساش في اخر الفيديو تقول لي انت هتختار مين، التي 17 بخاصيه الاي ان سي فئه ال 1600 جنيه، ولا التي 18 بخاصيه الاي ان سي بس مش الاي ان سي
فئه ال 1300 جنيه، ولا هتختار السماعه بقى المريحه الاوبن فيت اللي انت عايز تسمع بيها في فئه ال 1100 جنيه 1200 جنيه؟ ولو برضو هتختار دي قول لي، ولو مش تختار اي حاجه وناوي تكسب واحده من الثلاثه دول اكيد لازم تسيب لي كومنت وتقول لي ان انت ناوي تكسب وتروح على المنصه الثانيه تتابعني هناك وتتابع المسابقه اللي هتحصل. شابوه تشوي تك الحقيقه على البرودكتس الجميله اللي انت منزلاها. بجرب كمان هاب من عندهم، هاب حلو جدا، وبيجي كمان فيه خاصيه شحن بقدره 100 واط بي دي، حاجه روشه. انا طبعا بستخدم موبايل بيدعم خاصيه الشحن دي، وبستخدم كمان من عندهم شاحن عربيه 60 واط. كل ده هينزل فريلز، فتابعني على المنصه الثانيه. طولت عليكم انا عارف، بس كده سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام. كاميرا بعيده بقى.